بيراميدز والاهلي على كف عفريت لغايه دلوقتي. المحكمه الرياضيه لم تفصل في الامر في لقب الموسم اللي فات في موسم بطل الدوري، وان كان بيراميدز يعني ليه افضليه في بعض الامور. يا سلام. ده اللي انا عرفته من حد من هناك في المحكمه الرياضيه. الاهلي بيحاول وبيراميدز بيحاول، والزمالك انسحب عشان كانوا عايزين منه فلوس. المفروض انه منتظر خلاص اعلان الحكم. المفروض المباراه راح يعني عايز اقول دي مباراه وسجال بين بيراميدز والاهلي. ده هيكون اعلان الحكم نهائي ده ولا دي مرحله؟ لا هيبقى نهائي. هيبقى نهائي لان دي المحكمه الرياضيه دي اعلى حاجه. هترفع بعد كده في المحكمه بتاعت سويسرا اللي هي محكمه سويسرا، لكن انا اعتقد خلاص كده لكن كده خلاص هيبقى حكم يعني شبه نهائي. لكن يعني برضو انا شايف الموضوع مش هيتاخد بالاهميه اللي الناس فاكراها، لان كده الاهلي وبيراميدز هم اللي بيلعبوا افريقيا، فكان يهمهم الموضوع ده. واحنا عايزين بقى نوصل، انا عايز نتفق مع بعض على حاجه، ان بلاش التعصب، نبذ التعصب، والاهلي يفوز نقول له برافو، لكن لما يمثل مصر في افريقيا نقول نشجع الاهلي والزمالك. عشان انا قلت الكلام ده من 10 سنين قال لك ده راجل اللي عايش في المدينه الفاضله. لا مش كده خالص والله. يعني انا الزمالك لما بيلعب والله بشجعه طبعا في افريقيا، ولما بطوله عربيه، والاهلي لما بيلعب في بطوله افريقيا والله بشجعه، وبيراميدز نفس القصه. خلي بالك اللي بيحب الكوره، اللي بيحب الكوره ككوره يستمتع بالكوره ايا كان الفريق بيلعبها طبعا. يعني هو في انت عندك ود معين وانتماء لنادي معين مشكلة. بتشجعه لما يبقى قدامك، لكن ما فيش مانع انك تفتح على مباراه وتتفرج عليها وتستمتع ايا كان طرفها يعني. ونرجع تاني برضو بيقولوا لنا الناس اللي اكبر منا والناس الحكماء بيقول لك الاختلاف في الراي لا يفسد الود القضيه. فانت بالتالي محتاج اللي انت تأهل الناس لنبذ العنف والتعصب، والناس تبقى كده، لان الحياه مش مستاهله اللي احنا بنعمله. وبعدين اللعيبه دي انت مش بتشوفها في المنتخب. يعني عايز افهم، انت بتشجع الاهلي وما بتحبش الزمالك او العكس مثلا. يا سيدي ما انت في الاخر اللعيبه دي ودي الاثنين بيلعبوا باسم مصر في المنتخبات. صح. فانت وبتقعد تسقف للاعيب النادي المنافس بتاعك لما بيجيب جون وهو في المنتخب. صح. طب ايه التناقض ده؟ اذا انت تشجع اللعبه الحلوه. بالظبط. تناقض. وعايز ازيدك من الشعر بيت هقول لك اللي هم اصحاب اصلا. طبعا لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز كلهم اصحاب. مش عايز اقول لك بيسهروا مع بعض ويتعشوا مع بعض، وبيجي لك لعيب من الزمالك يلعب في الاهلي ولاعيب الاهلي بيروح يلعب في الزمالك، وعاملين مشروعات كبيره جدا بيزنس مع بعض. الناس كل واحد 50 و30 و40 و50 مليون، وبيقعدوا يهزروا مع بعض يتريقوا على حاجات مهمه قوي.